الحدود الدكتورة الرائعة ماري عسال تتحدث عن تجربتها ومؤلفها 25 أيقونة من القرآن الكريم. تتفضل مشكورة. شكرا. بدك احكي عربية ولا احكي عربي انجليزي خطي شلون ما تردين. مثل الفتاح. اللي موجودين بيرتاحوا أكثر إذا حكيت عربي ولا إذا حكيت إنجليزي؟ عزيزتي احكي الاثنين، اللي تقدرين انجليزي انجليزي، عربي عربي، نفسيهم مزج. Okay. No, والله Yeah, basically addressing the Arabic people. So I might as well speak in Arabic. Yeah. Okay. اوكي. It's hard for her. Well, I'm gonna try. No, I'm gonna try. No, معلش. You want to translate? 25 آيات 25 آيات من القرآن. صحيح إنه وقت ربنا نزل جبرائيل لحتى يفهم النبي عن الأنبياء اللي كانوا في القرآن. أكيد في كان أكثر من 24 نبي و25 نبي. بذات الوقت حسيت أنا بالفترة اللي أنا كتبت فيه الكتاب وبالفترة اللي جت الفكرة إني أكتب فيه الكتاب كان بتوفي ابني مازن، وكنت كثير محتارة وكتبت هالشيء in the beginning of the book ومحيرة إنه وين راح ابني في برزخ ما في برزخ، شو بيقول لي القرآن، شو بيقولوا شو بيقولوا. بلشت أعمل ريسيرش ولقيت بعد ما ارتحت وحكيت مع الشيوخ كلها وحتى حكيت مع rabbis and priests من ال Old Testament and the New Testament بالعربي التوراة والإنجيل. جربت افهم مضبوط انه شو اذا كان ديننا على دينهم واذا كان نفس الشيء بيقولوا وين بيروح الميت وشو بيصير. فبذات الوقت اجتني فكره اني انا في كثير ناس ما بتعرف انه نحن اسلام دين للسلم مش للحرب ومش قاعدين نحن عم نقول تعالوا حتى نحاربكم تعالوا. فصرت اقرا كل نبي وافهم من كل نبي شو كان ربنا فهمه يعمل بهالدنيا. وبعد ما فهمت مضبوط من كل انه ربنا هو كان هدفه الوحيد انه يخلينا كلنا نعمل. يارك للتايتل good. Okay. Very good. Thank you. That was my daughter. عادي كنت مع بنتي عم بتعشى انا وياها. أنا قلت لها ماما ماني عارفة شو بدي سميها الكتاب. what can I call؟ ما بدي أقول MBA، بدي أقول شيء أعلى من MBA. أرقى شيء أعلى من MBA. But حسيت إنه I want to put something different. And then she said I. Yes, very good. Very good. هي شاعرة؟ No, she's not. She's a good writer. هذه عبارة شاعرية. عنوان كلش راقي. Yeah, that was Daniel. Yes. إذا تحبون مداخلة ويا الدكتورة أي سؤال بالنسبة للي قرأته، يعني عندكم مداخلات لو شلون؟ في حاجة كثير بدنا نحكي يعني بس أول شيء شغلي إنجاز كبير إنجاز ما بعرفش يعني شو كان موقف رجال الدين منه كان حابب إمام كاظمي إني يحط تفسير وأنا ما حبيت هالتفسير منشان كل واحد بيفسر يجي من تفسير different عن الثاني. So I didn't want to go there. I just wanted the Quran. I did not want it. Mardini Shefu, he took a whole copy, he said it was wonderful. Mardini did not critique it as Kazmini did. Kazmini took time, أخذ شي 2 weeks Kazmini ورجع لي إياها. Mardini looked at it بعد يومين ثلاثة تلفن لي قال لي I'd like to meet with you and we talked and he said it's fine. He gave me the genealogy of the prophets and he told me
this is how I would like you to follow. You know, this is لا تمشي على هذا وايد مقسمتهم هو قال لي اسميهم هيك قال لي اسميهم هيك ففهمت عشان الأنبياء يعني اي مقسمتهم. And he wanted me to and then I wanted to make sure إنه بالعربي مثلا نبي نوح is Noah in English. So I wanted to say both. The name of the prophet in English and the name. شو بيقولوا عنه بالإنجيل وشو بيقولوا عنه بالإنجيل في اثنين ما عندهم أسماء عنا نحن. نحن عنا ما عربي؟ عندي when I see it شعيب بعتقد النبي شعيب and واحد ثاني بعتقد هود وصالح كمان الكتاب بالعربي. ما عندك نية؟ I mean, did you have plans? I thought of it. I mean, you got plans to do this? Well, I thought of it, but I'm writing another book right now, Okay. and I just sort of like put this one on the side. But I thought of it. هلا لسه السؤال لإلها شو رأي رجال الدين يعني لأنه مرة في إحدى المناسبات بعرس كنا وقام أحد الناس قرأ سورة الفاتحة للتوفيق. إجا الشيخ كنا في ربوع علق قال والله فلان عم يتعدى على كار الشيوخ. يا الله هو على الفاتحة يعني هذه على الميكرو انه فلان الحج كذا والله عم يتعدى على كار المشايخ يعني هو قرا الفاتحه. السؤال لانه نحن بنعرف انه رجال الدين عندنا مثل رجال السياسه قايمين على التعصب. هذا القران ويتدخل في كل شيء. هذا القران خلق الأخلاق الفلانية ويصير يسند لك آيات لا خاصة بالقديسين ولا خاصة بس لا لأنه هذا شيء طبيعي يعني. مضبوط كثير سؤالك مضبوط سؤالك لأنه في ناس كثير مش بس أنت في ناس كثير كانوا يقولوا لي كيف هتعملي هيك شو بيقولوا شو وقت نحكيت مع ذاك بس وقت نحكيت مع حسين حكيم he said what exactly شو بيقولوا أحسن. you write your book لأنه هو بيو شيخ كمان كان قال لي you write your book and you finish it and you don't care about it. ما عم تعملي انت ما عم بتغيري القرآن أحسنتي مو تغيير القرآن. انت عم تسحبي وعم تعمليها أهون للولد اللي عمره 15 و16 و17 تعطي فكرة إذا حب أنا في عندي ناس كثير ودوا لي إيميل بيقولوا لي هي أول مرة بحياتنا بنعرف شو في بالقرآن وأنا ما كتبت القرآن بس قرأت قصص الأنبياء ومن ضمن هالقصص بتفهمي عن القرآن. صح. بتفهمي أشياء صارت. هو صحيح. هذه بتفوت بمهمات مؤسساتنا الدينية. يعني المؤسسات الدينية لكل سنة عم تستنزف الجالية ملايين الدولارات. ملايين الدولارات من شان شو عم تروح؟ صلاة الجمعة في واحد يصلي في يستأجر قاعة وعندنا المناسبات كمان كان في يستأجر قاعة لشو بدنا بملايين الدولارات وتستنزف كمان. طيب يعني هالكتاب مثل هالكتاب وصل الحلقة الأمسية القادمة تكريم للدكتورة ماري عسال تقديرا لإنجازها المهم 25 أيقونة من القرآن الكريم لو يترجم باللغة العربية هذا الكتاب المهم تستفاد من عند الجالية لأن هذا الكتاب فيه نور لكل الأنبياء. أكو يعني دائما نقرأ القرآن الكريم بس ما نستوعب المفردات يعني نقرأ كأنه فرض مثل يعني كأن شلون وجبة الطعام مفروضة علينا فنعتبره هالشكل. هذا يوضح حتى مقطعة الأنبياء من آدم سويت بتسلسل 25 نعم بجهة بالإنجليزي وجهة بالعربي. يعني إن شاء الله الحلقة الجاية بشهر 11 راح نسويها 15 في الشهر بمشيئة الله تكونين أنت فارسة الأمسية الشعرية الأدبية.
اليوم ما عندنا تكريم اليوم كنت ترمي حدا وغاب. لا على اساس عندنا الشاعر محمد الجوادي، هذا اللي المؤلف مالته شاعر مهم ايضا. محمد الجوادي عنده المعجزات النسبية، شاعر يعني شاعر مفردة وصور شعرية بشكل مو طبيعي. يعني من تقرين المجموعة مالته تعيشين بالقصيدة، القصيدة تعيشين بالبيت الواحد قد ما يستوقفك الكلمات والمفردات. ذات واي قلت له تعال حتى أني أعلن عنك وأكرمك في الشهر الجاي، مع إنه ما إجا فسقط بالحضور إن شاء الله. وعندنا إن شاء الله طبعا القاس نشأة المندوي عنده مؤلفات، لكن رجل من تواضع لله رفعه، ما يقبل يتكلم عن منجزاته. ويعني وارسل لي كم منجز بس اني ما اتذكر الان، لان تعرف شغلي بالدكتوراه ودراستي واموري فتعذرني. فانت قول شنو منجزاتك حتى بعد الدكتوراه يكون تكريم ايضا الك بمشيئة الله، وتستحقون يعني كلكم، يعني انتم كلكم تستحقون التقدير. يعني مجيئكم لهنا واحيائكم للصالون هذا، وانتم غمرتوني يعني بمحبتكم. هو الصالون الكم، واحنا نحيي الكلمة. هذه الكلمة احنا من اجلها مجتمعين، والكلمة احيانا تحيي وتميت. يا ما صارت يعني احيانا حروف باردة بضيوف الدكتور ماري عسال شرفتنا اليوم بالصالون الادبي.